السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وأحسن حال وراحة بال من رب العالمين. جاي لكم كده النهارده وانا فرحانة جدا ومبسوطة جدا جدا. أخيرا الحمد لله جالي البنكود من جوجل، من جوجل ادسنس. البنكود دوت طبعا حاجة مهمة جدا لأصحاب قنوات اليوتيوب، لأن بيكون في رقم سري جوه البنكود، والرقم دوت بيتحط على حساب ادسنس. ووقتها بقى تقدري ان انت تجيلك التحويلات بتاعتك وتتحول طبعا على البنك. طبعا دي اهم خطوة. طبعا لازم تكوني طبعا عاملة حساب في البنك، تكوني فاتحة حساب. و يعني ضروري جدا تكوني فاتحة حساب. وطبعا خطوة البنكود دي مهمة جدا. ده طبعا بتطلبيها من جوجل. والحمد لله الحمد لله وصل لي البنكود. بس عايزه اقول لكم على شويه حاجات كده ان شاء الله تعملوها عشان البنكود يوصل لكم بسرعه. تمام. البنكود لما تيجي تكتبيه ضروري جدا وتبتملي البيانات في جوجل ادسنس عشان يجيلك البنكود في مكتب البريد. لازم وجنب العنوان لما تيجي تكتبي العنوان وتكتبي رقم التليفون اكتبي اتصلوا بيا. تمام. هم ان شاء الله باذن الله يتصلوا بيكي ويجيبوا لك الجواب. تمام. دي حاجه. انا بقى ممكن اكون كتبت الرقم بس ما كتبتش اتصلوا بيا. لما استلمته البيانات طبعا في الظهر ورا في بيانات ليا. طبعا هنفتحه طبعا زي ما انتم شايفين كده من هنا ومن هنا. بس انا للاسف مش هعرف افتحه معاكم لان طبعا في حاجات مهمه جدا خاصه بالقناه بتاعتي. وكل حد ليه جواب بيبقى ليه رقم غير التاني. تمام. فدي طبعا بتبقى معلومات يعني مهمه لصحاب القنوات او صاحبه القناه. يعني دي كده فيها حاجات مهمه ليا انا. تمام. فحبيت بس اقول لكم المعلومه ديت. انت تكتبي رقم التليفون وانت بتعملي البيانات. طبعا البيانات دي عشان يجيلك البنكود. تمام. عشان يجي البنكود بتملي البيانات وتكتبي اتصلوا بيا وتحطي رقم التليفون ضروري جدا وانتي بتكتبي رقم التليفون. ماشي. عايزه اقول لكم بقى ان انا طالباه بقالي حوالي شهر ويعني ونص، وهو موجود في البريد من يوم 24/4 وانا ما كنتش اعرف. كل يوم اقول هيجي ما جاش لحد ما انا يعني استعنت بالله كده ونزلت رحت جبت البنكود من المكتب. طبعا انا كنت عارفه ان هو مكانه المكتب عندنا هنا يعني. انا من القليوبيه. كان موجود في مكان وانا كنت عارفاه. رحت وتخيت مشوار وطلع ان هما المكان اتنقل بقاله ازيد من سنه. ما كنتش اعرف. رجعت تاني رحت المكان الجديد، المكان الجديد اللي هم اتنقلوا فيه. وطلعت وقلت لهم طبعا انا ليا جواب وكده من جوجل ادسنس وعندي قناه وكده. فقالوا لي خلاص تمام ماشي استريحي. وقعدت لحد ما الموظف جه قلب في الجوابات. عايزه اقول لكم انا قلبي وقع في رجلي. يعتبر ما شاء الله كميه جوابات كتير جدا. قعد يقلب فيها. والله العظيم انا عايزه اقول لكم انا كنت اخر جواب من تحت خالص. ماشي. انا خلاص وصلت لحد قبل الاخر كده وقلت استحيل اكون ايه خلاص كده انا في الجوابات دي. بس برضو ما يئستش وقلت يا رب والحمد لله فعلا. يعني الحمد لله لقيت الجواب باسمي اخر جواب. المهم استلمت الجواب المفروض بقى كده وفي بيانات. انا مرضتش والله افتحه ولا اي حاجه خالص قبل ما اصوره معاكم. قلت لازم طبعا ايه يعني ايه انا قلت انا عارفه ان طبعا في ناس كتير جدا هتفرح لي. الحمد لله. وطبعا انتوا كنتوا سبب في فرحتي ديت. فربنا يا رب يفرحكم جميعا. ويا رب كده اللي لسه ما فعلش قناته تتفعل، واللي لسه ما وصلوش البنكود يوصل له كده يا رب. ولسه طبعا انا كده بقول يا هادي انا كده ده يعتبر لسه يا دوبك جمعت بس $10 عشان يوصل لي البنكود. يعني انا بس مجرد جمعت $10 عشان يوصل لي البنكود. طبعا شروط اليوتيوب ان انت لازم تجمعي $100 عشان تقبضي. دلوقتي انا سامعه ان انت ممكن على $25 وتقبضي لو جمعتيهم. بس للامانه انا مش عارفه القرار يعني صح ولا لا. انا لسه يعني بجمع في بقيه الدولارات. تمام. فربنا ايه يا رب كده ايه يبارك لي
في رزقي، وبارك لكم يا رب في رزقكم جميعا. يا رب كده فرحكم فرحه يعني بجد تدمع لها العين، تفرحوا كده وتحسوا بالسعاده ويكبر بخاطركم زي ما انا بجد فرحانه جدا. بس طبعا في بيانات انا هحطها زي ما قلت لكم في احطها باذن الله في ادسنس عشان الحواله تجيلي عليه. تمام. وطبعا انا مظبطه الحساب البنكي بتاعي وكل حاجه، فاتحه حساب بنكي والحمد لله يعني مظبطه الدنيا. بس لسه بقى يعني هفتح الجواب واحط البيانات، مرضتش افتح الا لما اوريكم. تمام. وده كان الفيديو بتاع النهارده، جواب جوجل ادسنس. مبسوطه جدا وفرحانه جدا ان انا اخيرا وصل لي الجواب. وفي نهايه الفيديو بستودعكم الله واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.